ماما يا ماما، ايه يا يوسف؟ عايز اسالك سؤال. قول، عايز تسأل في ايه؟ انا عايز اعرف هو الدعاء مش بيشتغل معايا ليه؟ دعائك مش بيشتغل؟ انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد. سامعها يا ربنا دايما، بس الدعاء مش شغال معايا. ماشي يا أستاذ يوسف، دي الجملة اللي يوسف عبر بيها عن سؤاله. ليه لما بندعي ربنا مش دايما الدعاء بيتحقق ويستجاب؟ هقول لك أنا بقى يا يوسف الدعاء مش بيشتغل ليه. ماشي يا ماما، انا سامعك اهو. ربنا في كتابه الكريم قال ادعوني استجب لكم، وده معناه انه اول ما ادعي ربنا هيستجيب فورا. بس تعالى اقول لك ايه معنى الاستجابة اللي ربنا قصدها. اي دعاء احنا بندعيه بيعتبر طلب مرفوع لربنا، ربنا بيسمعه ويستجيبه بطريقة من الثلاث طرق. اولا ان ربنا يحقق للانسان طلبه ده في وقت قريب. ثانيا انه يمنع عنه تحقيق الطلب بتاعه، بس في المقابل هيرفع عنه اذى كان هيصيبه او هيصيب حد غالي عليه من اهله او اولاده. والحاجة التالتة بقى إن ربنا بيحوش له الدعوة بتاعته وبيديها له بأجر وثواب عظيم يوم القيامة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داعي يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. والحاجة اللي لازم تتأكد منها إن أي دعاء أنت بتدعيه عمره ما بيروح على الفاضي، لأن ربنا بيسمع الدعاء وبيستجيب بأي طريقة من الثلاث طرق اللي قلناهم. ودايما خليك فاكر يا يوسف إن ربنا بيختار لك الطريق الأنسب ليك واللي في مصلحتك. ربنا بيحب إن عبده دايما يدعيه ويلح عليه في الدعاء، وعمره ما بيمل من كثرة الدعاء أبدا. ورسولنا الكريم قال: الدعاء هو العبادة، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. لأنك لما بتدعي ربنا فده معناه إنك معترف إنه إلهك، وإنك بتعبده وحاسس بوجوده بقلبك، وعارف إنه بيسمعك وبيستجيب، وإنك محتاج ليه، وإنه قادر على كل شيء. كل المعاني دي تعتبر عبادة لربنا عز وجل. وكمان عايزة أقولك على حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها عشان دعائك يستجاب، لأن في حاجات بتمنع استجابة الدعاء. الحاجات اللي بتمنع استجابة الدعاء: 1. المال الحرام سواء كان سرقة أو ربا أو غيره. 2. الدعاء بالاسم أو قطيعة الرحم. 3. الاستعجال في الدعاء، يعني ما تدعيش وتقول يا رب أنت ليه مش بتستجيب لدعائي. رسولنا الكريم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكسر. أما بقى الحاجات اللي بتعجل استجابة الدعاء: 1. المال الحلال. 2. الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 3. الدعاء في الأوقات المستجابة. 4. الإلحاح في الدعاء. وكمان عندنا بقى دعوات سوبر، أو زي ما بيقولوا كده دعوات VIP، ودي أكتر الدعوات اللي ربنا بيستجاب ليها، زي دعوة المظلوم. ورسولنا الكريم قال فيها: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وكمان دعوة الأم لأبنائها، ودعوة الإنسان لغيره بظهر الغيب. لو نفسك في حاجة تتحقق، أو عندك طلب من متاع الدنيا أو طلب للآخرة، مهما كانت الدنيا تعباك أو حسيت إنك مكتئب أو مهموم، سيبك من إنك تشكي للناس وتوجه بدعائك لرب الناس. ارفع ايدك وادعي بخشوع وقول كل اللي نفسك فيه، قرب لربنا. فكثرة الدعاء بتغير الأقدار وكمان بترفع البلاء. والقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يا ريت بقى كل اللي يشوف الفيديو ده يبعت تعليق بسيط بأكتر دعاء بيحب يدعي بيه ربنا. ولو حد عنده حكاية دعاء اتحقق وغيرت له حياته، ياريت يبعت ويقول لنا الحكاية عشان نعمل عليها فيديو والكل يستفاد منها. ولو عايز تعرف احنا ليه بنخاف من الموت، اتفرج على الفيديو الجاي لينا، وما تنسوش الاشتراك بقى والشير. ودمتم في أمان الله.